لو سألتني عزيزي المشاهد مين راح يفوز بين ريال مدريد وليفربول قبل اللقاء كنت راح احكي لك ريال مدريد هو الأقرب، ولكن اللي صار خلال المباراة العكس تماما. ليفربول كان أكثر جاهزية بدنيا وذهنيا، أكثر التزام، أكثر انضباط، أكثر اندفاع بدني، أكثر ضغط عالي، بالمقابل ريال مدريد كان فعليا التوهان الذهني واضح عليه من خلال عدد كبير من التمريرات الناقصة والتمريرات الخاطئة. فعليا هذا النوع من المباريات كان بحاجة نوعية معينة من اللاعبين متمثلة برأس الحربة الصريح اللي هو غونزالو غارسيا، اللي كان قادر يسجل لك هدف من خلال كرة ثابتة حتى وانت غير قادر على تقديم أداء جيد، وكمان لاعب اللي قادر على الاحتفاظ بالكرة في وسط الملعب اللي هو سيبايوس، اللي هو قادر من خلال الاحتفاظ بالكرة انه يكسر لك رتم الخصم. والاثنين ما استخدمهم الونسو كان عنده مجموعة كبيرة من اللاعبين متمثلة في فالفيردي، دين هويسن، فعليا تشواميني، امبابي، فينيسيوس، جميعهم كانوا غائبين خاصة على مستوى الشوط الثاني. كورتوا أبقاك في المباراة بعد تصدي ل7 أو 8 فرص محققة، ولكن كل المؤشرات كانت بتوحي انه ليفربول أقرب لتسجيل الهدف. لكن كمان خلينا نحكي عن لقطة ركلة الجزاء اللي ما حسبها الحكم لصالح ليفربول بعد لمسة يد على تشواميني. لو جينا بدنا نحكي من الناحية القانونية من ناحية التحكيم، إذا كانت الكرة باليد الممدودة فهي ركلة جزاء، إذا كانت الكرة باليد المقبوضة والثابتة فهي مش ركلة جزاء. هذا هو القانون، ومعظم الحكام في حال كانت باليد الثابتة ما بيحسبوها ركلة جزاء. لكن خلينا نحكي إنه بين النجاح والفشل في شعرة، يعني لو كان ألونسو نجح إنه ينهي المباراة 0-0 أو 1-1 أو حتى يخطف هدف الفوز من خلال كرة ثابتة أو من خلال هجمة مرتدة، الجميع كان راح يحكي عن تفوق ألونسو التكتيكي وفعليا. لكن تسجيل ليفربول لهدف وفوز ليفربول خلى الجمهور يكون سلبي ويتذكر الأشياء السلبية. لكن خلينا نحكي بإيجابية ونتذكر الإضافة اللي قدمها ألونسو على مستوى شخصية الفريق اللي تحول من فريق عشوائي لفريق غاية في الانضباط، يعني فريق قادر يحكي لك إنه أنا موجود حتى وهو خسران على مستوى النتيجة، بدليل إنه كان الأكثر استحواذ على الرغم من خسارته للمباراة. أنا ما ببرر طبعا، ولكن بحكي خلينا متفائلين ننتظر شو مخبي لنا نهاية الموسم من ألقاب ونجاحات، وبعدين بنحكم الحكم النهائي.